السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. قبل ما أبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة لو أول مرة تشاهديني، وياريت كده تشاهدوا لي الفيديوهات من البداية للنهاية. وحابة أشكر الناس الجديدة، شرفتوني ونورتوني في القناة. ياريت كده اللي يشترك عندي في القناة ما يبخلش عليا بالمشاهدات الفيديوهات، عشان أنا شايفة المشاهدات عندي ضايعة خالص. يعني عندي حوالي أزيد من 1500 مشترك بس مفيش مشاهدات. ياريت كده اللي يشترك عندي في القناة يشاهد لي الفيديوهات فضلا وليس أمرا. النهارده مش هطول عليكم في الفيديو، يعني بقى وحشتوني والله. اديلي كتير كده ما نزلتش فيديوهات. بنزل فيديوهات بس ايه، كنت عاملاها قبل ما اسافر يعني، نزلتها لكم. انما دي كانت ليلة السفر، حبيت اعملها معاكم. انا سافرت يعني، سافرت الحمد لله بالسلامة، بس قلت انزل لكم الفيديوهات بتاعتي. بس المشكلة عندي هنا في النت، هو ده اللي مخليني مقصرة معاكم في الفيديوهات. يا ريت كده تقولوا لي رايكم في الفيديوهات بتاعتي. ما شايفه الفيديو اللي قبل ده، فيديو اللبس كده بتاع الهدوم، مش جايب اي مشاهدات خالص. يعني هو اللبس مش عاجبكم ولا ايه؟ مش جايب اي مشاهدات. يا ريت كده لو لسه اول مره تشوفيني وما شاهدتيش الفيديو اللي قبل ده، يا ريت كده تشاهدي لي الفيديو اللي قبل ده، ان شاء الله يعجبكم. واكتبوا لي رايكم في الفيديوهات بتاعتي واللبس اللي انا جايباه والحاجات دي. النهارده طبعا كانت ليله السفر، حبيت اجهز معاكم الشنطه. يعني اللبس ده اللي انا كنت موريها لكم في الفيديو اللي قبل ده، جهزت الشنطة كده. مسافرة يعني انت عارفين طبعا. الأجازة خلاص قربت تنتهي وندخل في الدروس تاني وكده. قلت ايه، نسافر حوالي كده 10 أيام. أنا خلاص قربت أرجع يعني من السفر. بقول لكم يعني الفيديوهات بتنزل متأخر عشان بس ايه، النت وكده والظروف يعني. طبعا هنا كنت بجهز الشنطة، جهزت اللبس طبعا، الخروج اللي انا كنت موريهولكم وحطيته في شنطة لوحده. وطبعا الكوتشيهات وكل حاجة كده، حطيت الحاجات الجديدة كلها في شنطة لوحدها. انما اللبس التاني يعني البيت والحاجات دي احطه في شنطة تاني. انت عارفين طبعا اللبس والحاجات دي بتاخد بحاول كده اقتصد في الشنط، عشان السفر الطويل ده ما بحبش الشنط الكتيرة. بس انت عارفين نفضل نقتصد في الشيل، وبرضه الشيل بتبقى كتيرة يعني. طالما عددنا يعني بيبقى بسم الله ما شاء الله يعني كتير، بيبقى الشنط كتيرة. انا طبعا ايه، بحاول افضي من الشنط، ما اسيبش اللبس بالاكياس. يعني بشيله كده من الكيس عشان ما ياخدش اماكن اكتر. وانا طبعا ده الاكسسوارات اللي كنت جايباها معاكم والحاجات. يعني لو لسه اول مره تشوفي وما شفتنيش الفيديو اللي قبل ده، يا ريت بعد ما تخلصي الفيديو ده ما تطلعيش منه، خلصيه الاول وارجعي للفيديو اللي قبليه، ان شاء الله هتشوفوا كل حاجه فيه. هنا طبعا بجهز كل حاجه، بحطها في الاكياس بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده. آه طبعا ايه، انا كنت طبعا عندنا مناسبة كنا مسافرين لها يعني، كنت جايبة اللبس ده. بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، يعني المناسبة اتأجلت شوية. قوم لما لقيتها اتأجلت رجعنا، يعني هنرجع يعني ان شاء الله. هي تتعامل برضو بس اتأجلت شوية لسبب لظروف يعني معينة. قلت ايه خلاص، طالما اتأجلت شوية نسافر بقى، عشان انتوا عارفين طبعا الدروس واشوف عادي. انا عندي طبعا بنتي داخلة اولى ثانوي، لسه مرحلة جديدة يعني. عاوزة اشوف المدرسين واشوف النظام بتاعها يعني، واشوف ايه الدنيا. يعني قلت ايه، نسافر طالما المناسبة اتأجلت، نسافر ونشوف ايه احوالنا. هنا طبعا بعد ما جهزت الشنطة بتاع اللبس الجديد اللي كنت جايباه، هنا طبعا بقى هنا لبس البيت ولبس الخروج برضو، بس ايه مش الجديد يعني، لبس البيت الخروج اللي موجود عندي يعني. هنا طبعا البيجامات وكل حاجة يعني بشيلها في الشنطة كده. طبعا انا عاملة شنطتين، شنطة كبيرة وشنطة صغيرة، عشان ايه ما تتعبناش يعني في السفر والشيل وكده. يعني انتوا عارفين طبعا القطر بيحب ايه، تقتصد في الشيل عشان ما بيستناش يعني. هي لحظات كده وبيمشي خلاص. بحاول كده ارص الشنطة واحدة واحدة، قولولي كده رصها كويس ولا ايه. بحاول ارصها كده واقتصد عشان ما اسحمش الدنيا يعني. بقول لكم لقيت كده المناسبة اتأجلت شوية، قلت خلاص نسافر ونرجع تاني نشوف الدروس ونشوف المدرسين يعني. وخلاص بدأنا في الدروس اهو، هنبدأ في الدروس. وقولوا لي كده لو حد عنده ثانوية عامة كده، ايه نظام البكالوريا دي، كويسة ولا ايه معاه ولا ايه النظام؟ انا لسه اول سنة عندي في الثانوية. مش عارفة ايه نظامها، البكالوريا كويسة ولا الثانوية العامة كويسة ولا ايه يعني. قولوا لي الدنيا معاكم اخبارها ايه. وبرضو المدرسين بالنسبة للبكالوريا اونلاين كويسة ولا المدرس يعني اللي في السناتر. اصل انا بنتي بقول لها يعني خدوا اونلاين يكون اسهل يعني، وتبقى في البيت وموجودة يعني، عشان ايه
انا من الناس اللي بقلق بسرعه، يعني لو اتاخرت 5 دقايق عن ميعاد الدرس بقلق يعني. قلت لها خدي الدروس يعني اونلاين كويسه، تبقى في البيت يعني ايه ومطمنه اكتر يعني. قالت لا يا ماما انا ما بفهمش الا بالمدرس يكون قدامي. قولوا لي كده المدرسين اللي بتاخدوا عندهم اونلاين يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات، يعني تكونوا مجربينها لاولادكم كويسين يعني وبيجيبوا نتيجة كويسة، واكتبوا له اساميهم في الكومنتات المدرسين دي، ونشوف برضو يعني هنا وهناك، نشوف المدرسين اونلاين ونشوف التاني واللي نستقر عليه في الاخر ناخد عنده يعني. هنا طبعا اللهم صل على النبي، بعد ما جهزت الشنط قلت كده اعمل حاجة كده ناخدها معانا ناكلها في الطريق او ناكلها برضو في العشاء. يعني انا بعد ما جهزت الشنطة وخلصت كل حاجة، انا النهاردة ان شاء الله مش هجيب لكم الغدا النهاردة ايه، حضرت معاه كل الشنط، وهعمل كده شوية كرواسون كده، يعني من غير تكاليف ولا حاجة يعني. قلت نعمل نتعشى منه لو حد يتعشى منه، او ناخد منه الباقي معانا يعني ناكله في الطريق او هناك يعني لما نسافر. جبت حوالي كيلو وربع دقيق، وحطيت عليه حوالي، انا صراحة ما بعايرش يعني، انا بحط كده والحاجة سبحان الله بتطلع معايا مظبوطة وحلوة، ما عمري ما عاير الحاجة يعني. بس أنا بقول لكم بالتقدير يعني، حوالي كده كيلو وربع دقيق وكيس خميرة، وحوالي 6 معالق كبار سكر، وحوالي كوباية زيت، وأيوة كوباية زيت يعني، كوباية زيت وكوباية سمنة، بحب أحط زيت وسمنة يعني في نفس الوقت عشان تديها طعم حلو. ولو لبن بودرة برضو لو بتحطي حوالي 3 معالق لبن بودرة. اللبن البودرة ده بيدي العجين طراوة كده ويبقى حلو وهش وليه طعم حلو. وتعجنيه بمية وبس على كده، ويطلع معاك كرواسون طعم حلو، هو اقتصادي يعني ومن غير مراحل كتيرة وسهل وسريع يعني، كل الأولاد بتحبه. زي ما بقول لكم هو المقادير دي اللي بعملها يعني. وبعد ما تختمر هي طبعا انتوا عارفين الصيف ده الحاجة ما بتطولش يعني، نص ساعة بالكتير وتكون الحاجة اختمرت معاكي. كنت طبعا ايه مجهزة الشوكولاتة دي، كنت جايباها طبعا الشوكولاتة دي بجيبها، والله دي اللي عندي سنة حوالي داخلة في سنة اهو. بجيب الباكو الكبير دوت حوالي 2 كيلو او 3 كيلو، بيقعد عندي فترة كويسة يعني. بجيبه كده شايفين اهو، بجيبه احطه في التلاجة ما بيحصلوش حاجة، طبعا طارية الصلاحية بيبقى صلاحيته سنة او سنتين كمان ما بيجرالوش اي حاجة. جبت كده حوالي مكعبين 3، المكعب بيبقى كبير يعني. بشرتها، انت حابة تبشريها تقطعها بالسكينة بتقطعيها اللي يريحك يعني، بس انا صراحة قطعتها بالسكينة. هنا طبعا كانت العجينة اختمرت، جبت صينية كده فردتها عليها وقطعتها كده مثلثات، وحطيت عليها اللهم صل على النبي الشوكولاتة، لفيتها يعني زي الكرواسون اللي بتجيبوها هتشوفوه معايا كمان زي الكرواسون اللي بتجيبوها من بره بالظبط يعني، ولا مكلف ولا حاجة. كل طبعا المكونات دي موجودة عندنا في طبعا هنا كان طلع خلاص من الفرن استوى، بوريهولكوا شايفين دهبي من فوق ومن تحت وطاري زي الاسفنج ده، وشايفين طراوته وحلاوته. وبقول لكم يعني اعملوه في البيت كده، وده كمان ينفع للمدارس لو هتعمليه لاولادك في المدارس ياخدوه معاه، حاجه كده نظيفه انت ضمناها تعمليها في البيت بدل ما يشتروا الحاجه من بره، اعمليها لهم في البيت. هنا طبعا كنت بقسمها بس كانت سخنه يعني معرفتش اهي، كنت لسه مطلعاها من الفرن. بقول لكم الشوكولاته بتاعتها وطراوتها يعني، بقول لكم كانت سخنه لسه مطلعاها حالا من الفرن. هنا طبعا دخلت صينيه وطلعتها ودخلت صينيه تانية يعني ايه، كنت بدخل صواني واطلع يعني زي ما انتم شايفين كده، كل الصواني زي بعضها طريه ومستويه من فوق ومن تحت. بوريك الصينيه التانية اهو، ودي الصينيه كمان، وكان لسه في عجين لسه هعمله. ولو وصلت لغايه هنا ما تنسوش تشتركوا في القناه، واشوفكم على خير ومع السلامه.